اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بكل متابعين الجمال. النهارده هعمل لكم وصفه حلوه قوي. هعمل لكم وصفه مزيج بين اللحمه والفراخ. هتعجبكم هتعجبكم او هتعجب اولادكم، وكمان مش هتفرق عن كفته الحاتي بطعمها وشكلها. تعمليها فرن، تعمليها على الفحم، زي ما انت عايزه، والطعم ما اقولكيش. بس قبل ما ابدا الوصفه، يا ريت بقى لايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. معايا نص كيلو لحمه مفرومه زي ما انتوا شايفين، ومعايا نص كيلو كان عندي بانيه، نص كيلو بانيه فرمته في المفرمه. تمام، لحد ما اتفرم بالشكل ده. معايا بولة حطيت اللحمة مع الفراخ زي ما انتوا شايفين، ودي بصلتين كبار انا بشراهم في الكبة، عاملاهم في الكبة. تمام، ومصفية ميتهم. ومعايا توم مهروس، تومية مهروسة، ما تكتريش في التوم. تمام، هخلط المزيج ده كله مع بعض، بس اهم حاجة لازم تصفي مية البصل. هخلطهم كله مع بعض. تمام، وهبتدي احط المكونات التانية. معايا 50 جرام من اللي هي الضاني، اللي هي بتاعت الخروف دي. مش عايزة تحطيها ما تحطهاش، يعني انتي وراحتك يعني، بس انا بحبها. تمام، معايا 50 جرام منها. وبرضو هخلط المكونات كلها برضو مع بعضها، يعني اي حاجة بحطها، اي تابل، اي حاجة بحطها بخلطها الاول علشان تتمزج كلها مع بعضها. ما فيش يعني حاجة يعني حاجة تروح في مكان وطعم في مكان، لا، كله بخلطه اول باول. ومعايا يعني كام عود كده من البقدونس، برضو انت وراحتك عايزة تحطيه، بس هو بيدي طعم حلو قوي. البقدونس عامة بيدي طعم حلو، مش عايزة تحطيه تمام ما تحطهوش. انا معاكي في كل حاجة. ومعايا بقى الحاجة اللي بتخلي الكفتة طرية وحلوة قوي، ده بياض بيضة. البياض البيضة ده يا جماعة ما بيعملش اي زفارة، يعني الزفارة هو اللي بيعمل الزفارة لكن البياض لا. وكمان معايا معلقة نشا، برضو النشا دي بتدي طراوة للكفتة. تمام، هخلط بقى كل المكونات دي بعضها مع بعضها. بس قبل ما اخلطها هحط معايا، يكون معايا بيكنج باودر بتاع الحلويات. تمام، هحط معلقة يعني صغيرة كده، بس انا عشان حاطه عامله كيلو فحط معلقه كبيره بيكنج باودر. ومعايا خلطه الكفته اللي هي بتتباع في السوبر ماركت، هحط برضو معلقه فيها، بتدي طعم حلو وتست حلو قوي. زائد بقى اللي انا هحط ملح وفلفل اسود، مش هحط اي توابل تاني زي ما انتوا شايفين. بحط الملح والفلفل الاسود اهو، بس مش هحط ملح كتير لان التوابل خلطة الكفتة بتبقى فيها ملح، علشان ما متملحش أوي. يعني خدي بالك وانتي بتحطي الملح، تبقي حريصة جدا علشان ما تملحش الكفتة. هبدأ بقى امزجه كله، امزج اللحمة كله، اللحمة مع الفراخ مع التوابل مع كله، اخلطها جدا. وبس مش كده النهاية، لا، انا هيكون معايا لازم ان انا اخلط المكونات ديت. هيكون معايا كبة، هجيب الكبة وهروح خلطة كل المكونات ديت علشان ما يبقاش البقدونس واضح كده، وعلشان انا عايزة يبقى اللحمة فيها خيوط، فيها خيوط. يعني لو ما عندكيش كبة تمام، ممكن ان انتي تخلطيها جامد بايدك لحد ما تكون خيوط معاكي. معلش انا اسفة، انا صوتي تعبان، اعذروني. انا بخلطها في الكبة كده زي ما انتوا شايفين. انا عايزاها بالنوعمية دي، شايفين الخيوط لحد ما عملت معايا خيوط كده. انت برضو ممكن تقدري تعمليها بايدك، يعني مش شرط ان يكون في كبة. دلوقتي انا بعد ما مزجتها خلاص تمام بقى، هبتدي ان انا اجيب عصاية الشيش طاووق. هبدأ بقى ان انا اعملها. ده مية البصل، المية البصل ديت اللي انا صفيتها من البصل اللي انا فرماه في الكبة. حطيت عليه طماطمايه مبشورة ومعلقة زيت وشوية فلفل اسود وشوية ملح. دي بقى اللي انا هعصق بيها، يعني احطها واصبع بيها الكفتة
علشان ما تلزقش في ايدي وتتصبع معايا بكل سهولة زي ما انتوا شايفين. انا دلوقتي جبت عصاية الشيش طاووق. طبعا لو انتوا هتعملوها على الفحم طبعا بيكون عندك اسياخ، هتعمليها على الجريل بتستخدمي عصاية الشيش طاووق. لكن انا هحطها في الفرن بالعصاية برضو، يعني احطها بنفس الشكل اللي انتوا هتشوفوه ده. بتطلع حلوة جدا وطرية وحلوة قوي، هتشوفوها معايا للاخر. والطعم ما اقولكوش، ما والله ما بيفرق خالص عن كفتة الحاتي. وكمان يعني مزيج، لو انت مثلا ما عندكيش عندك نص كيلو لحمة وعايزة تعملي كفتة للأولاد والعدد كبير، ممكن ان انت تجيبي معاهم لو عندك نص كيلو بانيه افرميه واعمليه بنفس الطريقة. هبتدي بقى ان انا ارصها في الصينية من غير اي مواد دهنية، لان انا اما احطها في الفرن مش هحطها في الفرن كده، انا هبتدي احطها في الفرن هحط لها نص كوباية مية، علشان لو انا سبتها في الفرن كده وهي مش محطوط لها اي سوائل هتتحرق معايا. لكن طبعا لو هي معمولة على الفحم طبعا انا مش بحط حاجة خالص، بس قبل ما ادخلها في الفرن بدهنها من نفس المزيج اللي انا باخد منه، اللي كنت بعصق بيه بصبع بيه اللحمة، بحطه من فوق كده بحيث ان يدي للكفتة لون حلو كده واحمر زي ما انتوا شايفين. هبتدي بقى ان انا احطه في الفرن، وقبل ما احطها في الفرن هحط لها نص كوباية مية. بس اللقطة دي ما جاتش، انا اسفة يعني. وهبتدي ان انا احطها على درجة حرارة 180 درجة، يا ريت الفرن ما يبقاش عالي قوي. وبعد ما تستوي من تحت ابتدي شغلي الشواية من فوق. دي بعد ما طلعت شايفين لونها وطعمها حلو قوي، بس هي سخنة في ايدي. هي بيضة يا جماعة، مش نية، هي بيضة عشان الفراخ يعني. تمام. ما اقولكوش بقى شكلها، شفت شكلها عامل ازاي، والطعم خرافة وطرية. شايفين ملبن في ايدي، والطعم حلو قوي، مش هتفرقوه خالص عن كفتة الحاتي. ممكن في الوضع دوت، يعني لما انت تخرجيها في الفرن ممكن في حماية صغيرة تحطيها في طبق صغير كده، وتحطي عليها شوية زبدة، وتعملي ريحة الفحم. بس انا اولادي مش بيحبوها كده، بيحبوها في الفرن كده. يا ريت بقى يا جماعة يكون الوصفة عجبتكم، وما تنسونوش بقى في اللايك يا جماعة. كان معاكم مدام منى من مطبخ عالم الطبخ مع ليلى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.